جزيرة طويلة في مصر، وهقول لكم دلوقتي ليه تقضوا شهر العسل أو الهانيمون في مصر بدل تايلاند أو بالي أو المالديف. أولا، الجزيرة دي موجودة في مصر في الجونة زي ما انتم شايفين، هي في وسط البحر حرفيا. تدخلوا للجزيرة دي أصلا عن طريق قارب كده زي ما انتم شايفين. التجربة كاملة حلوة قوي. الطريق اللي للمطعم هتلاقوا كده ان هو معمول بشكل ساندي كده، كأنه كله رمل في رمل. البحر صافي جدا ونقي. كل حاجة في البنجلوز اللي موجودة هي بتشتغل بشكل سمارت جدا، سواء كانت الأنوار أو الإضاءات قصدي، أو الستاير. أول ما تسحبوها كده يعني بتتسحب بشكل كأنها فيها حاجة إلكتريك بتكمل هي لوحدها. فيعني الرفاهية هناك جميلة جدا. طبعا كمان في اكتيفيتيز كتير زي السنوركلينج والدايفنج، وممكن ان انتوا تأجروا قارب او يخت او كده. هنا ده طبعا الاوبن بوفيه زي ما انتم شايفين، فيه فرايتي كبيرة جدا. طيب ليه يعني نقضي بقى شهر العسل او الهاني مون في مصر مش في الدول اللي احنا قلناها دي، تايلاند او المالديف او بالي؟ وخاصة ليه نقضيه في تويلا ايلاند؟ اول حاجة الخط، انتوا مش هتحتاجوا تشتروا خط دولي، وده خاصة للمصريين طبعا. والطيران يعني انتوا مش هتحجزوا بقى طيران وتبقوا شايلين هم الطيران والكلام ده، وفي ناس بتخاف من المرتفعات ساعات. كمان الحشرات والزواحف هناك في تايلاند او المالديف او بالي دايما بيكون في حشرات رهيبة وزواحف زي الابراس كتير جدا جدا، يعني اللي هو خلاص انت لازم تتعايش مع الابراس. كمان تغيير العملة، اكيد انتوا في بلدكم مش هتحتاجوا تغيروا عملة. والاكل هتلاقوا صعوبة جدا في الاكل هناك، لان هم بيقدموا لكم اكل مش انترناشونال، مش بينفع مع كل الناس، خاصة الناس المتعودة على الاكل المصري وكده، بيبقى صعب عليها تجرب اكل غريب. خاصة كمان ان هناك في اكل مش حلال كتير جدا. وفكرة التواصل، اللغة يعني ممكن تلاقوا فيها صعوبة شوية، لان هم بيتعاملوا بلغتهم الام، لغة قريبة من الهندي كده شوية، بتكون غريبة شوية.